طيب انت دلوقتي داخل على مرحلة جديدة في حياتك. انت مش طالب ثانوية معفن ما حد يدري عنه، انت دلوقتي طالب جامعي، حاجة فخمة، المرحلة اللي كنت مستنيها طول عمرك. انا بجد فاكر الحماس وفاكر لما كنت رايح الجامعة كلنا كنا متحمسين، كل الثانوية كانت متحمسة، خلاص أخيرا المرحلة اللي كنت مستنيها طول عمري بدأت. تبقى حاجة فخمة، كل حاجة كلنا متحمسين، بس اللي انت مش عارفه ان انت بتنتقل لمرحلة جديدة. انت خلاص مش طفل، انت دلوقتي شخص ناضج ومتوقع منك ان انت تبقى شخص ناضج. فلما يبقى متوقع منك ان انت تبقى شخص ناضج، اكيد لازم تبقى شخص احسن. ما ينفعش تفضل نفس الشخص اللي في الثانوية وتروح الجامعة. انا مش قصدي ان الجامعة هي دي البتاع، انت لازم تتحسن، عشان دلوقتي الشخص اللي انت هتكون نفسك فيه في ال4 سنين بتاعت الجامعة او ال5 سنين او ال8 سنين لو انت دخلت طب شغل عالي، يعني انا اخلف وانت لسه في جامعة، هو ده اللي الشخص اللي هيعيش ال50 ال60 سنة. العادات اللي بتبنيها دلوقتي هي اللي هتعيش معاك، فلازم تبقى شخص احسن. فانا دلوقتي عايز اتحسن، ابدأ ازاي؟ انا برأيي انت لازم تبدأ بمحيطك، عشان المحيط بيعكس عقلك. فلو محيطك كله متكركب، مفيش تنظيم، كل حاجة مرمية في كل حتة، الهدوم مرمية على المكتب، ايوه اللي انت بتبص عليه دلوقتي المكتب المتبهدل ده اللي المفروض بتذاكر عليه، كل حاجة ده بيعكس تفكيرك، افكارك متداخلة، كل حاجة مترمية في كل حتة في دماغك، ما بتعرفش تفكر صح، في ضبابية في تفكيرك. فالطريقة الافضل ان انت تبدأ حاجة تقدر تخلصها. انت ما تقدرش تدخل عقلك وتبدأ تنظم الامور، لو طلعت ظبطت غرفتك ده هينعكس على تفكيرك. فمعاكم مصطفى مهدي اللي ما نامش من 4 ايام، عشان قلت لو ما نزلتش الفيديو ده قبل ما انام هبقى مش راجل، وهوريكم الغرفة المثالية لطالب جامعي. انا هقسم الفيديو ده ل3 حاجات. اول حاجة امور انت لازم تجيبها معاك وانت رايح السكن الجامعي، عشان هي مش هتبقى موجودة، فحاجات لازم تجيبها خاصة كمبتعث. انا هتكلم عن تجربتي كمبتعث، بس انت تقدر تتكلم، بس تقدر تقيس على اي حاجة. تاني حاجة الامور التنظيمية اللي انا افضل ان انت تجيبها بس مش لازم. تالت حاجة الامور الترفيهية اللي هو مش لازم تجيبها بس هتخلي غرفتك فخمة. اول حاجة نبدأ بالحاجات اللي انت لازم تجيبها. انت هتستلم السكن فاضي، مفيهوش غير سرير ومكتب ودراج ودولاب، ده لو انت رايح مبتعث في امريكا في الاغلب. فاللي انت عايز تعمله اول حاجة لازم يبقى معاك ملايات، مخدات وغطاء، انت لازم تنام. فدي الحاجات الأساسية اللي انت لازم تبقى معاك أول ما تيجي هنا. تاني حاجة انت لازم يكون عندك الهدوم بتاعتك، ما انت أكيد مش هتيجي ملط، يعني ما هو مش منطقي. لازم يبقى معاك الهدوم الداخلية كل حاجة، وهدوم شتوية مش طبيعية. يا اسطى انا عايزك تجيب مليار حاجة، انت فعلا مش متخيل الشتاء هنا عامل ازاي. انا اتبهدلت، انا حرفيا اتبهدلت، انا كنت بدمع من كتر البرد والدموع بتتجمد على وشي، ألم وحزن والله. بس يعني انا مش هخليك تغلط غلطتي، لازم تجيب هدوم شتوي كتيرة قوي. فبس دي حاجة. تاني حاجة لازم تجيب علاقات طبعا، عشان الدولاب مش هيبقى فيه حاجة، لازم تجيب علاقات. وطبعا مستلزماتك النظافة الشخصية، فرشة أسنان، معجون، ليفة، الشامبو، الحاجات دي انت ممكن تجيبها من هنا بس يعني أرخص. المهم دي الحاجات الأساسية اللي انت لازم تكون معاك. طبعا أجهزتك لازم، شواحنك، دي حاجات انت لازم تجيبها. في حاجة تانية اللاندري باسكت انت محتاجه، عشان لما هدومك المتوسخة تتجمع في حتة واحدة، عشان ما تحصلش الكركبة اللي في دماغك دي تتعكس على غرفتك. فلازم يبقى عندك الموضوع ده. انا نسيت حاجة في الحاجات اللي انت لازم تضيفها، المراية. انت فعلا لازم تجيب مراية، دي حاجة لازم تكون عندك. فدي عشان تعرف الناس شايفينك ازاي، شئت ما بيت الناس كلها بتهتم للمظهر. البروفيسورات مش هيحبوك او مش هيحسوا بان انت شخص مهتم لو انت مش مهتم بنفسك. والبنات فاهم حاجة ان انت يبقى عندك مراية
طويلة بتوريك شكلك بتوريك الهدوم مع بعض مع الجزمة، بس يعني حاجة لطيفة. تمام، ندخل بقى على الحاجات التنظيمية. هنبدأ بالحتة التنظيم دي. انا هنا عملت حاجة ذكية جدا، انا ما ادري عنكم بس انا شايف نفسي ابطل ان انا عملتها. الحاجة ببساطة ان اول ما انا جيت كان الدرجين دول تحت بعض هنا تحت السرير. طيب الموضوع ده شكله لطيف تتغطى تحت السرير، بس لو انت عايز تجيب اي حاجة هتقوم موطي ونازل وفتح مش عارف ايه، مش منطقية. فانا عملت ايه؟ حطيتهم فوق بعض، وده اللي فادني ان هو اداني ديسك سبيس، حاجة اقدر احط عليها حاجات. وبالمناسبة الحاجات اللي فوق ورتبت الادراج من الاكثر استخداما للاقل استخداما تحت. اقل استخداما تحت بيبقى فيه الحاجات اللي انا مش بستخدمها. انا مش عارف ليه في علاقة هنا بس يلا مش مشكلة. في الاوراق المهمة مش عارف ايه. هو انا شخص مش منظم واضح بس يعني. وبعدين هنا التيشيرتات وحاجات الجيم وهي محطوطة واطي عشان يعني معلش يعني لو انت عايز تروح الجيم مش هتوطي تجيب البتاع، يعني الموضوع غالي شوية. وهنا على طول الفوط عشان لو هاخد دش على طول اقدر ارجع ده واعمله. وفوق الغيارات وفي دول حاجة ممتازة للترتيب، زي ما انا اي حاجة اقدر اخدها بسهولة. نص الشرابات عشان مبضاعش. دي طريقة تطبيق فخمة انا هشرحها. طيب انا قلت ان انا هوريكم فيديو ازاي تبقى تعمل البتاع دي. انتوا شايفيني؟ لا انتوا شايفيني بس مش مشكلة. المهم دي حاجة تيب او تريك انا كنت نفسي اتعلمها. ايه كده انتوا شايفيني؟ طيب البتاع ده كنت نفسي اتعلمها عشان ما تضيعش اي شراب، بس تحطهم هما الاتنين كده مع بعض وبعدين تقوموا بقى حتة واحدة تقدر ترميه في البتاع هنا كده مش هيضيعوا. وف فدي حاجة يعني. فوق عندنا حاجة للترتيب، حاجة شكلها لطيف جدا، شطرنج مصري فرعوني. حاجة يا سلام. شكله فخم يدي ترتيب للغرفة. وانا واحد بعشق الشطرنج. انا من اخر دي حاجة مجنونة. من اخر انا لعبت 1670 جيم في اخر 8 شهور بس. لو حسبتها الجيم حوالي 20 دقيقة. في طبعا الجيم اقل وفي جيم اكتر بس المتوسط 20 دقيقة. فانا في اخر 8 شهور 21 يوم كاملين كنت بلعب شطرنج. بس ده شطرنج اونلاين غير اللي انا بلعبه في الحقيقة. حاجة مجنونة بس يعني. تاني حاجة هنا عندنا، انا مش عارف استخدم الكاميرا بس انتوا لازم تفضلوا معايا في اول فيديو. فبس عندنا تري. انت كإنسان محتاج لك تري، كشاب بالذات حاجات تحط فيها الحاجات التنظيم الافري داي كاري. فوق التري ده جايب حاجة بتتحط وبتتشحن عليها الايربودز والابل واتش والايفون. حاجة فخمة جدا وبتفيدك بانها محطوطة بعيدة عن السرير. فانت لما تيجي تنام التليفون بعيد عنك، فلما تصحى الصبح مش اول حاجة تعملها تقعد تقلب، لا التليفون بعيد عنك وبيتشحن. وبالمناسبة برضه حاجة مفيدة للبطارية. التليفون يشحن في وقت محدد يوميا وبطريقة معينة. التليفون بيقدر يتعرف على الوقت ده بيبقى فيه حاجة اسمها باتري اوبتمايزيشن، فبيحسن من اداء البطارية على المدى البعيد. يعني ما بيحسنش، بيقلل البطارية مع الوقت بتضعف، هو بيقلل من الضعف ده. فحاجة ممتازة جدا. نيجي للدولاب. الدولاب بتاعي مش منظم، خاصة ان انا قبل ما اعمل كسرت الدنيا. المهم قبل ما ابدا كنت حشرت الحاجات في الدولاب بس عشان اخلي شكل الغرفه كويس، بس بعيدا عن الارضيه ما حدش شافها. في الحاجتين دول دي حاجه عشان تنظم الجزم، حاجه ممتازه جدا وشكلها لطيف وبتحسسك يعني بدل ما يكون على الارض هنا تقدر تحشر الحاجات على الارض زي ما انا عامل دلوقتي. وهنا واحده حاجتين للطاقيات. انت طبعا الدنيا تلج، انا عندي مليون طاقية عشان نسيت اسمها ايه بس المهم عشان التلج.
ومن ضمن الحاجات طبعا برضه قلت لكم الديسكريبشن، الحاجات دي رخيصه جدا وبتدي تنظيم مش طبيعي للغرفه، بتسهل عليك وقت ومجهود وبتاع. طبعا هنا حاجه لطيفه هي كانت مقصوده بصراحه ان انا اخترت كل العلاقات يكونوا من نفس اللون، بس بتدي شكل اللي هو انت كبير، يعني مش عندك علاقات خشب وبعدين علاقات بلاستيك وبعدين علاقات سودا وعلاقات بيضة مش عارف ايه، مش شكلها لطيف، الشرقية المهم شكلها مش لطيف. فبس يعني ان انا خليتهم كلهم نفس اللون، حاجة فخور بيها شوية. ده الروف عشان احس ان انا مليونير. وهنا البتاع دي انا ما اشتريتهاش، جات لي هدية، وانا كنت حاطط حاجات تعلق عليها الهدوم هنا، بس نقلتها للحمام وخليت دي بس احط فيها الحاجات بس يعني انت مش فاهم ايه الحاجات دي، بس حاجات تتحط، شواحن، دورج، جونتيات، حاجات كده بس بحتاجها بعد ما اطلع من مش عارف بصراحة، بس هي حاجة موجودة هنا. قلت دي عشان اعلق عليها دورج، وبعلق عليها الجاكيت لما ارجع من مكان، بس انا رميت الجاكيت الدولاب زي ما انتوا شفتوا عشان بس اقدر اصور. جينا على الحاجات اللي شوية لطيفة دي انا هنا لخصت معظم حاجات الترتيب اللي انت محتاجها دلوقتي. حاجات الديكور طبعا ال LED ده رخيص بحوالي $15 وجايب الغرفة كلها، بس تقدر تشغله بطرق عظيمة. الطريقة اللي انا في بالي انا بخليه بلونه ازرق غامق لما اجي اذاكر، فبالطريقة دي دماغي دايما عارف ان انا لما بذاكر بيبقى فيه نور ازرق غامق، فطبيعي بدخل في مرحلة التركيز. فدي حاجة مفيدة جدا لل LED، وبرضه بيديك شكل، يعني شايف انا بصور دلوقتي مديني شكل فخم شوية، مدي للغرفة شكل فخم. المهم اعلام، انت محتاج اعلام. ده علم الكويت طبعا، كويتنا الحبيبة. اللقطة دي عظيمة. كان في علم مصر هنا، اللي حصل عشان علم مصر يختفي ان واحدة صاحبتي، طبعا انت عارفين مصر وبتاع وحاجة عظيمة، كان عندها واجب فوتوغرافي وواجب انها تصور، فكانت عايزة تصور على الكتاب المقدس، ومصر يعني تصور حاجات من الكتاب المقدس، ومصر يعني دولة فعلا كانت مذكورة في الكتاب المقدس كتير. فأخذت علم مصر، بس هو راجع، يعني هو لسه الحاجات بتاعة التثبيت موجودة. العلم هيرجع وهترجع السيمترية للغرفة، علم مصر هنا وعلم الكويت هنا. هي قصة مصر والكويت دي بعدين لما نتعرف على بعض أكتر. بعدين هنا يجي أكتر حاجة بفتخر فيها، عملت أفضل نظام سينمائي في غرفة جامعية. أنا عملت شاشة 60 إنش تتعلق فوق راسي، هي فخمة جدا. طيب أنا الطريقة اللي أنا عملتها، أنا اشتريت بروجيكتور وعلقته وحطيته بطريقة إن هو يعكس على السقف، وبقيت أحطه على السرير في حاجة فخمة. فلما أجي من يوم تعبان زهقان ذاكرت كتير، رحت قابلت بروفيسورات، متضايق عايز ارجع اريح، اقوم مترمي على السرير واخد الريموت طافي الانوار من الايباد ده بالمناسبة بيتحكم بالاضاءة وبيتحكم بالصوت، فانا برضو بشغل اصوات تركيز لما اجي اذاكر. اقفل الاضواء من الايباد واقوم نايم وابص في السقف، الاقي الشاشة ضخمة 60 انش الوانها ممتازة، وابدا اتفرج على يوتيوب، اتفرج على نتفليكس، اتفرج على اي حاجه. حرفيا شاشه فكره افضل ما يكون، وهي اللي كملت التجربه الجامعيه. كل اللي بيجي عندي في الغرفه بيقول لي دي فعلا حاجه فخمه، انت ازاي فكرت فيها؟ وخاصه ان انا مستخدم ستاند ايباد بحيث ان هو يعكس، عبقري حرفيا عبقري. فانا مستخدم ستاند ايباد يعكس البروجيكتور فيعمل الاضاءه، حاجه فخمه جدا. فبس هي دي الحاجات اللي انا مستخدمها، النظام بتاعي، وده الغرفه
ودي اول مرة اصور. انا متأكد الموضوع متخلف جدا وشكلي عبيط ومش عارف انظم الامور، بس انا لازم ابدأ. انا كان من الاول عايز اعمل قناة يوتيوب، ودي خلاص انا قلت لو نمت من غير ما انزل فيديو هبقى مش راجل. فده اول فيديو، يعني ده المفروض شرف ليك ان انت شايف اول فيديو مصطفى مهدي، دي حاجة المفروض تبقى فخمة. فبس يعني شكرا على المشاهدة، ونطلع بره.